أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قصتنا الجديدة وفي لقائنا الجديد معكم، ودائما إن شاء الله تتجدد كل لقاء بحلقة جديدة وشيء حلو يعجبكم إن شاء الله. وأقول في قصة جديدة معانا، إيش هي؟ بتسمعونها وبتعرفون إيش المغزى من ما فيها يدور وفي كواليس القصة. القصة تبدأ بشخص حب أنه يسافر إلى منطقة ثانية، فهذه المنطقة تبعد مسافة 10 أيام. 10 أيام، والعشر أيام دي ليل مع صبح مع ظهر مع عصر مع كل فترات اليوم الكامل في البحر. فسأل قالوا له، قال عرف انه عرف انه التذكرة حدود $500. فراح باشتري تذكرة وبنوي على السفر. فراح دخل الطابور، طابور ما شاء الله طويل عريض، ودخل في الطابور يا مسهل. ها لما جاء عند الدور، جاء عند الشباك، كم التذكرة؟ وكانت المفاجأة، طلعت التذكرة مش ب500، طلعت $1500. فاهتزت أركان الرجل بشكل غير عادي، فبدأ يتعرق وبدأ في حال الله يعلمها. فالشخص في موقف لا يحسد عليه طبعا، وهذا الشيء مو سهل لا لي ولا لك ولا لأي شخص لو تعرض لموقفكم هذا. فالشخص هذا يعني دخل في توهان. كيف التوهان هذا؟ اسمه ميزانية. الميزانية اهتزت، يعني مجمل اللي معه أخذ فيه تذكرة وطابور وناس. إيش بيقول الرجل قاطع التذاكر؟ قال له يا طيب الحين تبغى أو ما تبغى وإيش؟ فكان لسه في إيه؟ في التوهان، في التفكير، كيف أكلي، كيف بسوي، كيف بعمل، كيف 1500 أخذ كل ما معاي، يعني بتبقى لي شيء جزء بسيط. فكانت صدمة غير عادية له مسكين. قال له لو سمحت، قال له نعم. قال له دحين تبغى نحجز لك او لا، او ما تبغى خل غيرك. فشعور بكمية احراج غير عادية، والواحد ما يبغى نفسه شوية وهو محتاج للسفر ده. فتوكل على الله وحجز التذكرة. فلما حجز $1500 شلها ونزل. طبعا الآن التفاكير ودوران والعالم يعصف به كامل كذا، الكرة الأرضية تدور به. فكان جي في خلده أفكار، كيف بسوي، كيف بعمل. فقال قد قطعت فتوكلت على الله فهو حسبي، أتوكل على الله. فقطع وشل نفسه، ما قال كلمة ولا قال أي حاجة لصاحب التذاكر، وراح بس قال الحين 10 أيام كيف بسوي في مطاعم في الباخرة، بغيت فلوس كيف بسوي، كيف بعمل، إيش بقى. فكانت تفاكير كثيرة. فقال باخذ لي أشياء نواشف اللي معروفة، يعني جبنة، طحينية، مربى، وكمية عيش تعبرنا ال10 أيام. يعني تخيلوا 3 وجبات بتكون نواشف. ثاني يوم سافر، معه شنطة الملابس، معه الأكياس، معه الحاجات اللي فيها الأغراض حقه. دخل في غرفته سكن. كان ساكن في الغرفة هو شخص. طبعا الشخص اللي معاك في الغرفة في أنواع، في طبعا دائما البواخر السفر فيها درجات، درجة أولى ثانية ثالثة رابعة وإلى إلى. فكانوا في الدرجة ما عارف كم بالضبط، 2 يسكنون فيها، هي الثانية الثالثة مش عارف، يمكن الثالثة يمكن. فسكنوا واحد. كان لما ينزل الشخص للوجبة الأكل كان هو يطلع ويأكل نواشفه، وبعدين ينزل يأخذ له جولة في الباخرة. فكان يمر عند المطاعم يشوف الناس يأكلون المحمر والمشمر والأحياء الزينة، والناس تطلب وتأكل، وهو نفسيا في يعني مقهور. ليش أنا ما أكل كمان؟ ليش دخلت نفسي في الضيق هذا وفي المأزق هذا؟ كيف ناس تأكل وتطلب الدجاج، السمك، اللحم، في الغداء عشاء شاورمات وال اسمها هذه المشويات. فكان يمر فتعصره أحشاؤه ليه؟ لأنه شاف أكل وفي نفسه. فيمر بيروح على آخر الطائرة، لا عفوا الباخرة، يقعد يأخذ له شملة هواء ويأخذ له شوية فرفش نفسه ويرجع. ودارت الأيام على كذا، كل يوم يمر يشوف الناس طلبات قيمة، فيروح مكان يجلس ويرجع ويأخذ كذا، ومتعامل مع اللي معه في يقول له اللي في عنده في الغرفة
فينك يا اخي ما اشوفك؟ قال له انا اتاخر طبعا لي، قال له طبيعه ادخل الحمام اخذ دش واخذ اريحيتي كامله، بعدين انزل، بعدين قال اروح اتاخر المطعم. قال له كذا طبيعي. فيتحجج مشان ما يقلل من شانه وما يقول انه ده بخيل، ما يشتري له اكل يبغى ياكل في اسمه هذا في المطعم الباخره، هذا اكيد بخيل وهذا ما يحب يصرف على نفسه. ومن هذا الكلام خاف انه ينطرح في الزاويه دي، فوفر على نفسه العناء بانه يختلق اعذار بحيث انه يتجاوز الامور دي مع اللي معه رفيقه في الغرفه. وكان يتكلم هو معه ويسمر معه ويتكلم معه وياخذ ويعطيه بعيد عن المطعم وعن الامور هذه كلها. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس، سادس، سابع، ثامن، التاسع، ونحن في الموال هذا. فآخر يوم وهو العاشر اللي بعده، بعدين بيعلنون ان الرحله انتهت وصلنا. قال اكيد بنزل، اكيد في حب يلقى عاد سبحان الله حد يعمل معي لقاء، كيف شفت المطعم، كيف شفت الطبخ، كيف شفت المدري ايش. قال بدخل حتى باكل وجبه واحده. مشان ايه؟ مشان اعرف ارد، ما اكون جاهل ولا حد يلومنا ولا حد. كل طلعت الباقره ما صعبه. ايش انت انسان، ايش كيف كلت، كيف فتكون سؤالات غير عاديه. فهو حط نفسه في المكان هذا لسبب واحد بتعرفونه بعد. السبب بقول لكم اخر الحكايه. دخل المطعم وطلب قال له ايش عندك؟ قال له عندي شاورما، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، المحمر والمشمر ومن الى. سال عاب الرجال قال له ايش تبغى؟ قال له ايش تبغى؟ قال له ابغى شاورما. قال له شاورما؟ قال له شاورما. ايش معاها من عصير؟ قال له ما ابغى عصير. قال له اطلب تبغى؟ قال له لا مش طالب حاجه، شاورما بس. قال له شاورما. جاب كانت الشاورما حاجه حلوه على مستوى طبخ ومطبخ على مستوى وباخره حلوه جميله جدا. $1500 هي بسيطه. اكل الشاورما الراجل الحمد لله. نادى القرصون قال له كم ثمن الشاورما؟ قال له ثمن ايش؟ قال له الشاورما. قال له الشاورما كيف يعني ثمن؟ انت بتحاسب؟ قال له لا ما فيش حساب. قال له ليش؟ قال له انت جميع الوجبات محسوبه ضمن التذكره $1500. 1500 فيها كل شيء، نومك مع اكلك مع هلم جر. تفاجئ الرجال وانصدم بصدم يعني من يقدر يوصفها الا اللي يعيشها. بعدها بدقائق اعلنوا وصلت الباخره وانتهت الرحله. يعني ليش انا احط نفسي في هذا المكان او في هذا الموقف؟ يا حبيبي دائما تبغى تسافر، تبغى تسوي اي شيء، اسال التذكره بكم؟ قال التذكره ب 1500. طيب هذه 1500 شامله ايش؟ ايش الميزات اللي عندكم؟ ايش الدرجات اللي عندكم؟ ايش؟ خذ اسال اللي في الريسبشن. يا حبيبي السؤال ما هو بفلوس، بلاش. يعني انت لو سالت هذه التذكره ليش غاليه؟ بيقول لك ليش غاليه؟ سكن، اكل وشرب ونقلك. كان تدخل تطلب الميزه في الرحله هذه، تطلب اللي تبغاه من المطعم، اللي في نفسك، خلاص مدفوع. يعني ضيع على نفسه 10 ايام في النواشف. اكيد 20 30 25 20 كيلو نزلت من ال من ال من النواشف. فايش سوى؟ راح ضيع على نفسه شيء بكلمه سؤال. نعلم انفسنا حاجه واحده، اذا بنخطو خطوه لاي مشروع اي شيء نسال. ليه؟ نسال اهل قالوا واسالوا اهل العلم، نسال اهل الاختصاص. ايش اللي في الريسبشن؟ يا اخي ال 1500 هذه شامله كل شيء او ايه؟ بيعطيك من الى. بتكون داخل الباخره عارف ايش لك وايش عليك. دائما نعرف ايش لك وايش عليك. هذه قصه من قصصنا اللي نرويها لكم دائما، ان شاء الله تلاقي استحسانكم واعجابكم. واتمنى من الجميع ان يتابعنا ويعمل متابعه والسبسكريبشن الدرج ده حقهم عرفتوه، هذا اللي نطلبه منكم لا اقل ولا اقل. اذا تابعتونا وطلعت المتابعات كثيره ان شاء الله بتشوفون من قصصنا هذه ثمرات خير نقوم بها من دخلنا من البرنامج هذه، وبتصور وبتعرض لكم في حلقات. هذا لا اقل ولا اكثر. فانتم حبايبي وانتم سندي وانتم
عضدي في نجاحي في هذا البرنامج. فشكرا لكم، إلى حلقة جديدة وحلقة أحلى من الحلقة.